هل تقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا، لا نرى ذلك. جزاكم الله خير. وإياك. ما هو شرحك لحديث ابن عباس في البخاري في التكبير بعد الصلاة؟ فهل يدل على أن كل مصلي يقول بعد الصلاة الله أكبر بصوت مرتفع قليلا؟ وهل هو خاص بصلاة الفرض أم الفرض والنوافل؟ الحديث طبعا وارد في الفريضة، ثم هو له روايتان بلفظ التكبير وبلفظ الذكر. قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر، وفي رواية بالتكبير، والذكر أعم من التكبير. التكبير جزء من الذكر، ومعلوم أن هناك أذكار عديدة ثابتة في السنة الصحيحة مما كان عليه السلام يذكر الله بها، أو مما أمر بعض أصحابه بها. فالتكبير جزء من هذا الذكر، والثابت في السنة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما يترتب من وراء ذلك من التشويش. في صلاة العيد وصلاة الجنازة هل يشرع رفع اليد مع تكبيرتها؟ لا، لا يشرع. حديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين فهي له حجة وعمرة تامة تامة تامة، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. إذا أكمل الرجل صلاته ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ يعيد. إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع فهل عليه أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟ تكبيرتان. إذا حضر الرجل إلى الصلاة متأخرا وقد فاتته ركعتين ثم سلم مع الإمام وتكلم ثم قيل له أنك لم تتم صلاتك فهل عليه أن يعيدها أم يتم ما فاته؟ يتم ويسجد سجدتي السهو. أفتى أحد المشايخ الثقات في بلدنا أن أذان الفجر في بلدنا قبل وقته ب20 دقيقة. كيف؟ أفتى أحد المشايخ الثقات أن أذان الفجر في بلدنا قبل وقته ب20 دقيقة، ففي هذه الحالة تكون صلاتنا قبل دخول الوقت، فهل أصلي جماعة ثم نعيدها في البيت أم أصلي لوحدي في البيت ولا أذهب إلى المسجد؟ الأول تصلي مع الجماعة ثم تعيدها في دارك. إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب الصلاة خير من النوم، ونحن في بلدنا أذان واحد، فهل يقولها المؤذن أم يتركها؟ وإذا قالها هل جاء ببدعة؟ ما فهمت. إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب الصلاة خير من النوم، ونحن في بلدنا أذان واحد، فهل يقولها المؤذن أم يتركها؟ وإذا قالها هل جاء ببدعة؟ يعني هو يؤذن الأذان الثاني؟ نعم. ولا يؤذن الأذان الأول؟ هو أذان واحد. نعم. هاي. ونحن نعلم، أي أنت تعلم، أن التثويب بالصلاة خير من النوم السنة في الأذان الأول. نعم. فما دام أنه لم يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب، فهل يعوض التثويب في الأذان الثاني الذي ليس فيه التثويب؟ هكذا سؤالك؟ نعم. الجواب: لا يجوز هذا. إما أن يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب، ثم يؤذن الأذان الثاني وليس فيه التثويب. أما أن يلفق أذانا من أذانين فهذا خلاف السنة وابتداع في الدين الله.
جزاكم الله خير.